السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة أخبار أونلاين. السعودية تعديل في مدة الإقامة لتأشيرة الزيارة بدون رسوم. إليكم التفاصيل. متابعينا لأول مرة ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسوا دعمنا بلايك نستمر في نشر كل جديد إليكم. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وقرر مجلس الوزراء تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر، ومدة الإقامة 96 ساعة وبدون رسم، حيث تم تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة لتكون 3 أشهر، وذلك للزيارة المفردة، حيث كانت تتم الزيارة المفردة إقامة 30 يوما ثم تجدد 30 من أبشر بعد تجديد التأمين ودفع الرسوم. أما الآن طبقا لقرار مجلس الوزراء ستصبح الإقامة 90 يوما ثم تجدد من أبشر. أما الزيارة المتعددة كما هي لم يحدث لها أي تغيير، إقامة 90 يوما ثم مغادرة وعودة. وبالتالي يصبح الفرق أن المتعددة تخرج وتدخل المملكة بها أكثر من مرة لمدة سنة، أما التأشيرة المفردة إذا خرجت من المملكة لازم من تأشيرة جديدة.